السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الثاني صفحة 8 و9 و10 و11. نقول بسم الله. ما تنساش تعملي بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات يا أبطال. يلا بينا بنحل مع بعض الكتب المدرسية والكتب الخارجية والتقييمات الأسبوعية. أول حاجة عندك مراجعة على ركني الجملة الاسمية. طيب بيقول لك هنا اقرأ ثم أجب. مدرستنا متميزة، المعلمون فيها مخلصون والمعلمات نشيطات والتلاميذ متعاونون، لذلك حصلت مدرستنا على جائزة أحسن مدرسة. استخرج من العبارة جملة اسمية بيكون المبتدأ فيها اسم مفرد. مفرد يعني كلمة واحدة. هتقول له مدرستنا متميزة، خلاص مدرستنا دي مبتدأ. طيب جملة اسمية بيكون الخبر فيها جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم بيكون آخره ألف وتاء. هتقول له المعلمات نشيطات، يبقى دي جملة اسمية الخبر فيها جمع مؤنث سالم. جملة اسمية المبتدأ فيها جمع مذكر سالم. المعلمون مخلصون، يبقى جمع المذكر السالم اللي بيكون آخره واو ونون. يلا يا بطل. بيقول لك هنا بين علامة الرفع في الكلمات الآتية. المعلمون علامة الرفع الواو. جمع المذكر السالم بيرفع بإيه يا بطل؟ بيرفع بالواو. مجتهدان علامة الرفع خلي بالك ده آخرها ألف ونون، يبقى مرفوع بالألف لأنها مثنى. مجتهدان. طيب الأنشطة علامة الرفع الضمة، ده جمع تكسير. طيب متميزات علامة الرفع الضمة. ضع خط تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر. المبتدأ ده يا شباب البرتقال ده مبتدأ، لذيذ خبر. خلاص. طيب بيقول لك هنا أصوات الطيور جميلة. أصوات مبتدأ وجميلة خبر. احذف الطيور دي كأنها مش موجودة. شوف معنى سياق الجملة ماشي ولا لا. أصوات جميلة مبتدأ وخبر. العالمان الكبيران مخترعان. العالمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومخترعان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الأداة المنزلية مديك الجمل وبيقول لك استخرج لي منها المبتدأ والخبر ونوعهم ايه وعلامة الرفع. لما يقول لك القصة ممتعة، طيب القصة دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وممتعة برضو دي الخبر وهتقولوا مرفوعين بالضمة لأنهم مفرد. السائحات منبهرات. السائحات مبتدأ، منبهرات خبر، نوعهم جمع مؤنث سالم عشان بيكون آخره ألف وتاء وعلامة الرفع الضمة. الجنود شجعان. الجنود مبتدأ وشجعان خبر، ونوعهم جمع تكسير، وطبعا علامة الرفع هتقول له الضمة. طيب هنا بيقول لك العاملان المصريان مخلصان. العاملان مبتدأ ومخلصان خبر، ونوعهم مثنى وعلامة الرفع الألف. المثنى بيرفع بيه الألف. دي كانت صفحة 8. يلا بينا على صفحة 9. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير، أكون متشكرة جدا ليكم. يلا يا باشمهندس. بيقول لك هنا اختر الصواب مما يأتي. الفريق هتقول له متعاون ومبتدأ وخبر مرفوعين بالضمة. الطلاب أذكياء، جمع ودي جمع. طلاب جمع تكسير وأذكياء جمع تكسير اهي، بس تختار طبعا اللي عليها ضمة لأن الخبر بيكون مرفوع، لا هو منصوب ولا هو ايه مجرور. السائح منبهر، يبقى تختار السائح اللي عليها ايه اللي عليها ضمة. القرارات هتقول له المتسرعة خطأ، يبقى تختار الأولى اللي عليها ضمة. رتب الكلمات وكون جملة اسمية. هتقول له القطار الكهربائي الجديد فائق السرعة. خلاص. أصوات الطيور والعصافير جميلة. هتعملش كده في الامتحان، انت في الامتحان بتكتب الجملة عادي. خلاص. طيب قواعد نحوية على الألف اللينة في الحروف. عندك حتى وأبي وإلى وعلى. يلا يا بطل. بيقول لك هنا الألف اللينة هتقول له حتى، هي بتنطق ألف بس بتكتب ياء كده يا شباب. إلى على. خلاص. طيب إنما الياء هتقول له أبي علي. خلاص. خلي بالك ان الحروف اللي هي الالف اللينه ما بيبقاش تحتها نقاط، انما العاديه بيكون عليها نقاط. الياء بتكون عليها نقاط. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الشكل الوحيد الذي تكتب به الألف اللينة في نهاية الحروف الثلاثة هتقول له إلى وعلى وحتى من غير حروف من غير نقاط. ذهب المصلون إلى المسجد. يلا يا باشمهندس الأداءات المنزلية. استخرج سأنتظر صديقي حتى يعود من سفره إلى وطنه وأتمنى له السلامة على الدوام. استخرج الكلمات التي تنتهي بألف لينة في العبارة. يلا يا بطل. هتقول له حتى دي حرف اهي، إلى برضو حرف، أتمنى ده فعل، على ده حرف. دي كانت صفحة 9. يلا بينا على صفحة 10. صفحة 10 يا شباب. بيقول لك هنا يلا يا بطل
استخدم الكلمات الآتية في جمل من إنشائك: إلى وعلى وحتى. أذهب إلى مدرستي غدا. أصنع الأطباق على الطاولة. لن أقف حتى أصل. خلاص يا باشمهندس، يلا. بكلمة أسعد غيري. بيقول لك هنا يا حبايبي: تحدث في دقيقة أمام زملائك عن الصورتين مبينا أثر الكلمة في الآخرين. هنا هتقول له سعادة ومحبة. هنا هتقول له أثر الكلمة، طبعا على الكلمة الحلوة هتكون أثرها إيه؟ هتقول له إن لا بص يا بطل، هو هنا بيقول لك تحدث في دقيقة على الصورة دي والصورة دي هتقول له سعادة ومحبة، دي إيه؟ حزن وانزعاج وإساءة، خلاص زعلانين من بعضهم. رتب قصة لتكون. هنا بيقول لك ايه؟ اول حاجة هتقول له كان حازم بيجري بسرعة في الملعب. تاني حاجة وفجأة وقع على الارض. تالت حاجة كانت قدمه تؤلمه بشدة. رابع حاجة هتقول له تأكدنا أنه بخير. رقم 5 هتقول له تجمعنا حوله وقلنا أنت بخير أنت قوي. السادس تشجع وقام وشكرنا. تحدث عن الصورة وارسم جائزة يمكن أن تهديها لهذا الطفل الذي يحاول أن يسعد غيره. هنا يا شباب ده بيساعد ان هو يقف اهو، وهنا برضو بيساعد ان هو يوقفه لانه وقع بالدراجة بتاعته. هتديله مثلا كاس او ميدالية. خلاص، دي كانت صفحة 10. يلا بينا على صفحة 11. ما تنسوش يا ابطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. صفحة 11 بيقول لك هنا استخرج لي مبتدا. هتقول له نهر. اول كلمه في الجمله نهر دي مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه. خبر هتقول له شريان. نهر شريان يبقى شريان خبر. مثنى تقول له فرعين. طيب المثنى بيكون اخره يا واو ونون يا ياء ونون، اهي عندك فرعين. طيب جمع مذكر سالم بيكون اخره واو ونون اللي هي المزارعون. جمع تكسير هتقول له الفواكه. كلمه بها الف لينه هتقول له الى. خلاص. طيب هنا يا بطل بيقول لك يزرع المزارعون المحاصيل والفواكه. اجعل الكلمة التي تحتها خط مبتدأ، يبقى المزارعون يزرعون المحاصيل والفواكه. هنا يا بطل بيقول لك استخرج لي مبتدأ، هتقول له كلمة المدرسة. طيب انا عايزة خبر، هتقول له بيتنا. مثنى مكتبان. عايزة جمع مذكر سالم هتقول له كلمة المعلمون. جمع تكسير كلمة قواعد. وعندك طلاب برضو جمع تكسير. طب كلمة بها ألف لينة هتقول له كلمة المستشفى. بيدافع الجنود عن الوطن. اجعل الكلمة التي تحتها خط مبتدأ، يعني طلع الكلمة دي خليها مبتدأ، يبقى الجنود يدافعون عن الوطن. الجنود بيدافعون عن الوطن. المجموعة جيم يا بطل ده في التقييم الأسبوعي، دي كانت آخر صفحة طبعا معانا. مبتدأ هتقول له كلمة الوطن. خبر هتقول له أغلى. مثنى هتقول له الحديقتان. جمع مذكر سالم كلمة الصالحون. جمع تكسير هتقول له الورود. كلمة بها ألف لينة هتقول له ينسى. طبعا التلميذة نشيطة. اجعل المبتدأ جمع، يعني التلميذة دي خليها جمع يبقى التلميذات نشيطات. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ربنا ينجحكم جميعا يا رب، وانتظروني في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. مع السلامة.